اليوم يجوز شفتوا السيد النائب أحمد مجيد الشرماني بكشف أسعار الجكسارات 24 الزيرو إلى أعضاء مجلس محافظة النجف الأشرف اللي عددهن 21 جكسارة قبل عامين اشتروهن بتصويت الجميع. نعم، سعرهن ب3.5 مليار دينار عراقي. نعم، كانت من أولويات مجلس المحافظة أول ما شكل في محافظة النجف يشترون سيارات زيرو، لأن عندهم سيارات قديمة من انحل وطلعت التظاهرات عام 2019 وانحلت مجالس المحافظات بأنحاء العراق قبل 5-6 سنوات. موديلاتهم ما عجبتهم السادة الأعضاء لأن متعودين على الزيرو والفول. وآخر موديل كانت من أولوياتهم يشترون جكسارات من أموال أبناء محافظة النجف الكرام، وعدهم كل واحد 2 جكسارات موديل قبل 5 سنوات و6 سنوات، صار عندهم كل واحد 3 جكسارات غير الباجيرو الموديل القديم والسيارات البيكاب والنيسان. كل واحد عنده صار رتل هو والمنسبين والحمايات مالته، لأن السيد العضو يوميا محافظة ويوميا بدولة ما يلحق أن يخدم الشعب النجفي. مشترين سيارات ب3.5 مليار دينار عراقي، وهاي بيها القضية فساد مثل ما ذكر السيد النائب أحمد الشرماني، بيها 1.5 مليار فساد في هذا العقد. ورباط السالفة صارنا يومين الدكتور حيدر الشبلي مدير مركز الأورام وباقي أبناء محافظة النجف العراقيين يصيحون حيوم يا أهل الغيرة تبرعوا المركز الأورام، لأن الوادم قاعد تموت، الوادم ما قاعد تعاني، الوادم ما عندها علاج يا عالم يا ناس. وأعضاء مجلس المحافظة يشترون قبل عامين أو أقل سيارات كلها زيرو ب3 مليارات ونص، وقبل أيام يصوت الجميع بإثاث إلى مجلس المحافظة ب0.5 مليار دينار عراقي. ما نقول لكم، لأن إذا صار زايد الحكي ننام خلف القضبان. ما نقول لكم يا السادة أعضاء مجلس المحافظة النجف حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل.